لازم تكون أناني علشان تنجح؟ بيقولولك طول عمرك خليك طيب، ساعد الناس، فكر في غيرك، بس محدش فيهم قالك إنك ممكن تضيع نفسك وإنت بتحاول ترضي الكل. المجتمع برمجنا إن كلمة أناني معناها إنك شخص سيء، إنك بتفكر في نفسك بس، وإن ده عيب. بس محدش علمك إن في نوع من الأنانية هو مفتاح نجاتك. في فرق كبير بين الأنانية المريضة والأنانية الواعية. المريضة هي إنك تؤذي غيرك عشان نفسك، الواعية هي إنك تحمي نفسك من اللي بيأذوك حتى لو زعلوا. عمرك سألت نفسك ليه دايما بتقف جنب الناس ومفيش حد بيقف جنبك؟ ليه لما تتعب بيقولوا عنك دراما، بس لما هم يتعبوا تبقى انت أول واحد بيسأل؟ لو كملت كده هتدفع التمن لوحدك. امتى تكون أناني؟ لما الناس تبدأ تاخدك كأنك حق مكتسب، لازم تكون أناني. لما تبدأ تبرر نفسك كتير، لازم تبعد. لما تلاقي نفسك بتضحي دايما وعمر ما حد قدر، لازم تبدأ تقول لا. الناس مش هتحترمك إلا لما يشوفوا إنك بتحترم وقتك، طاقتك، ووجودك، وده مش هيحصل إلا لما تبقى أناني بالمعنى الصح. إزاي تكون أناني وتنجح؟ حدد أولوياتك. أنت مش لازم تكون متاح طول الوقت. قول لا بوضوح، مش لازم تبرر كل قرار. احمي وقتك. وقتك مش للبيع، حتى لو للي بتحبهم. استثمر في نفسك، تعليمك، صحتك، طاقتك. كل مرة بتضحي براحتك علشان حد، انت كده بتقوله رسالة أنا مش مهم، وبعد شوية هتصدق الرسالة دي. بس لما تبدأ تختار نفسك، الناس هتشوف قيمتك، واللي مش هيقدر مكانه مش في حياتك أصلا. في مجتمع بيقدس التضحية ويمجد الألم. قرار إنك تحب نفسك ثورة، وإنك تكون أناني في بعض الأحيان شجاعة. لو حسيت إن الكلام ده لمسك، اكتب في الكومنت أنا بدأت أختار نفسي، وقولي تحب الفيديو الجاي يكون عن إيه.